سلام عليكم. الأهلي يحسم نهائي دوري الأبطال ال11 في تاريخه بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين على حساب الوداد المغربي في نهائي مكرر من العام الماضي، واللي الأهلي كان خسره من نفس النادي على نفس الملعب مركب محمد الخامس في قلب الدار البيضاء بعد ظلم كبير من الاتحاد الافريقي للنادي الاهلي واهمال كبير من اتحاد الكره المصري. فانصحك ان انت تتابع الفيديو لحد الاخر علشان فيه كلام انا متاكد ان انت ما سمعتوش في اي مكان تاني. اهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناتكم قناه اللمسه الاخيره، والحديث عن نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الاهلي المصري والوداد المغربي. انطلقنا. في الفيديو دوت هتكلم عن مباراة الذهاب ومباراة العودة لأن المباراتين مرتبطين ببعض، فمعطيات كل مباراة هتدي لك النتائج اللي انتهت بيها المباراتين، والأفكار متشابهة ما بين المدربين في المباراتين. فعلى سبيل المثال مباراة الذهاب في القاهرة من المفترض ان دوافع النادي الأهلي ان هو ينزل المباراة ضاغط ويحاول يسجل هدف، بعديها يفكر في إحراز الهدف الثاني والهدف الثالث علشان يحسم المباراة من لقاء القاهرة. أما بقى دوافع نادي الوداد ان هو ينزل مباراة القاهرة يحاول ان هو ما يستقبلش هدف، ولو استقبل هدف يبقى هدف واحد مش اتنين، ولو هدفين يبقوا اتنين مش تلاتة، وان هو يحاول يسجل هدف يساعده في لقاء كازابلانكا، يعني يحاول يطلع باقل الخسائر. وبناء على اللي حصل في مباراة الذهاب على استاد القاهرة واللي انتهت بنتيجة 2-1 للنادي الاهلي، فمن المفترض ان دوافع النادي الاهلي في مباراة العودة ان هو يحافظ على تقدمه في مباراة الذهاب وما يدخلش فيه هدف، في ظل ان افريقيا بتعتمد على نظام الهدف الذهبي. نظام الهدف الذهبي اللي هو الهدف بيتحسب باتنين في حالة التعادل، وطبعا الهدف دوت يكون خارج القواعد خارج الارض. يعني لو الاهلي دخل فيه هدف والمباراة انتهت بنتيجة 1-0 كان معناه ان الاهلي خسر المباراة للمرة الثانية على التوالي من نفس النادي على نفس الملعب، وهو دوت النظام اللي تأهل بيه الوداد المغربي على حساب صن داونز في مباراة نص النهائي اللي تعادل فيها نادي الوداد مع صن داونز 2-2 في بريتوريا. فكان من الطبيعي ان مارسيل كولر يكون حاطط خطط ان هو لو استقبل هدف او اتاخر في النتيجه بهدف يكون عنده خطط هجوميه يحاول يسجل بيها هدف التعادل، لان لازم يكون في سيناريو لو انا اتاخرت بهدف هعمل ايه في الوقت الباقي من المباراه. اما بقى فريق الوداد فهو كان نازل ضاغط يحاول يسجل هدف بمثابة الفوز بالبطولة، ومن الطبيعي ان هو كان يفكر في الهدف الثاني اللي يأمن بيه البطولة، في ظل ان النادي الاهلي لو كان سجل هدف التعادل وهو دوت اللي حصل البطولة النادي الاهلي يفوز بيها، لكن الاهلي قدر يسجل هدف التعادل وقدر يفوز باللقب ال11. فنقدر نقول ان نادي الوداد ساعد النادي الاهلي بالفوز باللقب بعد التراجع والتراخي وضمان الفوز باللقب، وطبعا جهد كبير من مارسيل كولر. فكولر مازال يتعلم في الكرة الافريقية، والدليل على كده الفرق ما بين مباراة الذهاب ومباراة العودة، والاخطاء اللي هو وقع فيها في مباراة الذهاب ما وقعش فيها في مباراة العودة، وكمان الفرق ما بين الشوط الاول في مباراة العودة والشوط الثاني في مباراة العودة برضه. وبكده اكون خلصت لك حكاية المباراة، وخلينا ندخل في الكلام الفني. وخليني ابدا بمباراه الذهاب واقول لك على بعض النقط التكتيكيه اللي حصلت في المباراه. الاهلي نزل ضاغط في بدايه المباراه وكان بيعتمد على الرسم التكتيكي ال4-3-3، والحقيقه لعيبه النادي الاهلي كانت فرضه اسلوب لعبها طوال المباراة. الأهلي كان بيعتمد على التحرك الحر للاعبين، واللي نادي الوداد كان بيقابلها بالمراقبة اللصيقة للاعيبة النادي الأهلي اللي هي مان تو مان. فكان الأهلي بيعتمد على التحرك الحر زي ما احنا ما قلنا، وكمان لاعيبة الأهلي كانوا بيعملوا تمريرات قصيرة ما بين الخطوط اللي هي 1-2، وكمان نقطة المهارة الفردية اللي كان بيعملها بيرسي تاو وحسين الشحات على الأطراف. وكمان مارسيل كولر كان مدي تعليمات بالضغط العكسي بغرض ان هو يسترجع الكورة في نفس المكان اللي الكورة اتقطعت منه فيها، وكمان في أسرع وقت وان هو يستغل المساحة اللي هتكون موجودة في خط دفاع نادي الوداد. ودوت اللي كان ظهر في لقطة البنالتي لحسين الشحات واللي الحكم ما حسبهوش بعد لما لاعب الوداد داس على رجل حسين الشحات، وكمان الحكم ما رجعش فيها للفار. اما بقى عن انتشار لاعيبة النادي الاهلي، فانا كنت قلت لك قبل كده ان مارسيل كولر بيعتمد على 3 لعيبة في كل ناحية من الملعب. فالثلاث لعيبة اللي بيكونوا في كل ناحية من الملعب هم الظهير والجناح ولاعب الوسط اللي بيضم ناحيه الجبهه دي، وبيبقى في لاعب مسؤول عن بناء الهجمه ولاعب مهاري ماسك الخط ولاعب بيضم في منطقه الهاف سبيس. فعلى سبيل المثال الناحيه الشمال للنادي الاهلي اللي كان مسؤول فيها عن بناء الهجمه هو علي معلول، وحسين الشحات هو اللاعب اللي كان ماسك الخط، وحمدي فتحي هو اللي كان موجود في منطقه الهاف سبيس وبيربط الخطوط ببعضها وبيضم ساعات كراس حربة تاني. والشكل دوت كان موجود في مباراة الذهاب ومباراة العودة، ولكن سبب مشكلة في مباراة العودة هقولك عليها كمان شوية. اما السبب التاني اللي اثر في المباراتين مباراة الذهاب ومباراة العودة هو عدم تقدم علي معلول
في كتير من هجمات الاهلي. واللي من ضمن الاسباب اللي مخليه مارسيل كولر ان هو يدي تعليمات لعلي معلول ان هو ما يتقدمش كتير، هو ان علي معلول ما يقعش بدنيا من اول المباراه بسبب تقدمه في العمر، وان هو بقى بيعتمد عليه في بناء الهجمه، وعلي معلول اصلا مميز في بناء الهجمه. اما بقى عن فريق الوداد في مباراه الذهاب، فهو كان بيعتمد على الالتحامات البدنيه القويه مع لعيبه النادي الاهلي، او كمان الاستفزاز اللي كانوا بيستفزوه للاعيبه النادي الاهلي، وان هم يحاولوا يطلعوا لاعب النادي الاهلي عن شعوره، وبالتالي ما يقدرش يكمل المباراه. واعتقد دوت اللي حصل مع حسين الشحات سواء في مباراه الذهاب او مباراه العوده. وكمان الاعتماد على الهجمات المرتده، واللي بيكون فيها المهاجم صامبو اللي هو بسم الله ما شاء الله طول بعرض بيتحول فيها لمهاجم محطه عن طريق الكرات الطويله اللي بتجيله من يحيى جبران، واللي كان بيريحها الايمن الحسوني او زهير المترجي. اما اخر واهم نقطه هي نقطه الاعتماد على الكرات الثابته سواء ضربات حره او ضربات ركنيه، واللي هي لو هي من ناحيه اليمين هينفذها يحيى عطيه الله، ولو هي من ناحيه الشمال هينفذها ايمن الحسوني. والدليل على كده لقطه انقاذ مصطفى شوبير لانفراد صريح في الدقيقه 40، واللي كانت ساعتها النتيجه 0-0، واللي كانت ممكن تغير احداث المباراه بكل تاكيد. اما النقطه اللي اخطا فيها مارسيل كولر في مباراه الذهاب هي نقطه التبديلات. فكولر اتاخر في التبديلات في ظل ان في لعيبه وقعت بدنيا في مباراه الذهاب على استاد القاهره، واللي هم حسين الشحات وحمدي فتحي ومحمود كهربا، واللي هم من اول الدقيقه 70 كانوا نزلوا جدا بدنيا، واللي تسبب فيها تفوق نادي الوداد في اخر 10 دقايق على حساب النادي الاهلي. اما بقى لو احنا رحنا لمباراه العوده، فمارسيل كولر بدا بنفس التشكيل بتاع مباراه الذهاب باستثناء محمد الشناوي اللي بدا بصفه اساسيه على حساب مصطفى شوبير في مباراه الذهاب اللي كانت في القاهره. خط الدفاع محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، وثلاثه في وسط الملعب مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي، قدامهم ثلاثه في الهجوم بيرسي تاو ناحيه اليمين وحسين الشحات ناحيه الشمال، وراس حربه محمود كهربا. فكولر يعتبر نزل بنفس التشكيل بس مش بنفس طريقه اللعب. فكولر نزل بطريقه لعب محافظه غرضها ان هو يحافظ على مرمى محمد الشناوي، وان هو ما يدخلش فيه هدف مبكر، لان من الصعب اللي انت تطلع من المباراه ديت تحديدا في وسط الاجواء اللي الجماهير عاملاها في قلب الملعب ان انت تطلع بالكلين شيت. فمارسيل كولر كان حاطط في دماغه ان هو هيجي وقت ويكون مطالب بان هو يسجل هدف علشان يرجع للمباراه ويفوز باللقب. فخليني اشرح لك طريقه لعب نادي الوداد في مباراه العوده، وازاي الاهلي قدر يوقفها في ظل ان هم ما عملوش خطوره كبيره في مباراه كازابلانكا. فالوداد كان بيعتمد على العمق في بناء الهجمه، وبعديها ينقلها للطرف اليمين في الثلث الاخير من الملعب للنادي الاهلي علشان يستغل ضعف علي معلول دفاعيا، وبعديها يلعب كره عرضيه في ظهر محمد هاني الضعيف في التغطيه العكسيه، او يلعب عرضيه ارضيه لتحت عكس تحرك المدافعين ولاعيبه خط الوسط. وبالمناسبه الطريقه ديت اللي نادي الوداد سجل بيها هدف مباراه الذهاب، واللي هو ما كانش هيبقى فيه مشكله لو كان حمدي فتحي رجع ورا وساعد محمد عبد المنعم دفاعيا، ومحمد عبد المنعم كان جري مع اللاعب لبره ناحيه الخط، وما كانش اللاعب قدر يلعب الكره العرضيه بالاريحيه ديت، واللي هي وصلت في الاخر للاعب على نقطه البنالتي لوحده خالص سجل منها الهدف الاول لنادي الوداد واللي ساعده في مباراه العوده. اما بقى مارسيل كولر واجه الخطه ديت برجوع حسين الشحات مع ايوب العملود الظهير الايمن لنادي الوداد. اما بقى عن ثلاثي وسط الملعب، فلاعب الوسط اللي ناحيته الكره بيتقدم وبيضغط ضغط عالي جنب كهربا. فعلى سبيل المثال نادي الوداد كان بيعتمد على الجبهه اليمين، فكان حمدي فتحي بيتقدم كراس حربه تاني جنب كهربا علشان يضغط ضغط عالي، ومروان عطيه كان بيروح يمسك اللاعب المتواجد في المساحه ورا حمدي فتحي، واللي هو بيبقى واحد من اتنين، يا اما محمد أونجم او ايمن الحسوني، وطبعا مع ترحيل اليو ديانج القلب وسط الملعب. فالاهلي نجح بنسبه كبيره ان هو يقلل الخطوره من الجبهه دي، وانا قلت تقليل الخطوره مش منع الخطوره. وطبعا كمان العكس صحيح في حاله بناء الهجمه من الناحيه الشمال، فانت كنت هتلاقي اليو ديانج هو اللي كان بيتقدم جنب كهربا ويضغط ضغط عالي، مع رجوع مروان عطيه ان هو يمسك اللاعب اللي ورا اليو ديانج، مع رجوع حمدي فتحي لقلب وسط الملعب. ولعلمك الطريقه ديت ان لعيبه النادي الاهلي بتنفذها في كل المباريات باختلاف الاسماء والتعليمات بتاعه اللعيبه. لكن لو انت رجعت الكلام اللي انا كنت قلته لك في مباراه الذهاب، واللي هو ان كولر بيعتمد على 3 لعيبه في كل جبهه، كنت قلت لك ان في نقطه سلبيه من حمدي فتحي بتتعمل في المباراه، وانا هقول لك عليها في مباراه العوده، هي نقطه وجود حمدي فتحي قدام حسين الشحات وعلي معلول، واللي بتعمل مشكله للنادي الاهلي في بناء الهجمه. فالاهلي كان بيواجه مشكله كبيره في الخروج بالكوره، فكان النادي الاهلي وبالاخص علي معلول اللي مسؤول عن بناء الهجمه زي ما احنا ما قلنا قدامه 3 خيارات يعملها. الخيار الاول ان هو يباصي لحمدي فتحي، وللاسف المشكله ديت هي اللي كانت بتحصل في المباراه، وان حمدي فتحي مش لعيب فوتبولر يقدر يمسك الكره يسند لحسين الشحات ولا يسند لمروان عطيه او يعكس الملعب تحت الضغط العالي اللي نادي الوداد كان بيعمله. اما الخيار الثاني هو ان علي معلول يلعب الكره الطويله لمحمود كهربا،
واللي هو كان مراقب رقابه لصيقه من زولا مدافع نادي الوداد، فكان من الطبيعي ان زولا هو اللي بياخد الكرة بسبب الاطوال، وحتى لو كهربا تفوق على زولا في الكرات الهوائيه وخد الكرة ديت فكان مصيرها ان هي بترجع تاني لمصلحه دفاع نادي الوداد بسبب عدم وجود زياده عدديه للاعيبه النادي الاهلي في وسط الملعب. اما بقى الخيار الثالث في بناء الهجمه هو بناء الهجمه البطيئه على الارض، ولكن انت هنا هتواجه ضغط عالي من لعيبه نادي الوداد. لو انت قدرت تعدي من عقبه الضغط هتوصل لمناطق خطيره في نص ملعب الوداد. وفي ظل كل الكلام اللي احنا قلناه ده الاهلي كان بيعاني من الخروج بالكوره، وجه الهدف الاول لنادي الوداد من ضربه حره على حدود ال 18 واللي جه من خطأ على علي معلول. والصراحة أنا مش شايف إن هو خطأ، علشان الوضع يبقى كارثي على النادي الأهلي ويبقى كمان مطالب بتسجيل هدف علشان ما يخسرش البطولة. بس قبل إن هو يسجل هدف مطالب إن هو يحل مشكلة الخروج بالكورة، وينتهي الشوط الأول بتقدم نادي الوداد 1-0. ومع بداية الشوط الثاني فجأة جماهير نادي الوداد تطلق الألعاب النارية وتحتفل بالفوز بالبطولة، وهو دوت المشهد اللي تسبب فيه هروب المباراة من تحت ايد لعيبة نادي الوداد. فاعتقد ان نادي الوداد كان قادر ان هو يفوز بالبطولة لولا المشهد ده تحديدا. ومن ضمن الاسباب كمان ان لعيبة نادي الوداد وكمان جماهيره كانوا بيقولوا قبل المباراة ان احنا عقدة للنادي الاهلي في النهائيات، فمشهد الالعاب النارية دوت وصل للعيبة نادي الوداد ان هم خلاص فازوا بالبطولة. لكن انت بتلاعب النادي الاهلي اللي بيلعب لحد صفارة الحكم، فلك ان تتخيل ان الحكم وقف المباراة في الشوط الثاني بسبب دخان الالعاب النارية. فمشهد الاحتفال دوت استفز لعيبة النادي الاهلي وخلاهم يردوا في قلب الملعب، وطبعا حمسهم للفوز باللقب من قلب كازابلانكا. وطبعا غير الكلام اللي كولر قاله للعيبة ما بين الشوطين، وان هو اكيد جهزهم نفسيا للشوط الثاني. وفي الشوط الثاني الاهلي سيطر على الكورة وحاول يفرض اسلوبه في ظل تراجع لعيبه نادي الوداد واعتمادهم على استفزاز لعيبه النادي الاهلي. وفي الشوط الثاني برضه تقدم علي معلول علشان يعمل جبهه ناحيه الشمال، وجه الرد من كولر في مباراه العوده مبكرا بنزول قفشه وعبد القادر على حساب مروان عطيه وحسين الشحات، واللي ادى ان الاهلي زاد امتلاكه للكوره وبقى بيوصل لمرمى الوداد. وكمان قبل هدف التعادل كان خد اكتر من ضربه حره مباشره على ال 18 وخد اكتر من ضربه ركنيه. فالتبديلات اللي انا قلت لك عليها ديت صاحبها تغيير في مركز إليو ديانج اللي تحول من اللاعب رقم 8 او لاعب الوسط اللي بيميل ناحيه اليمين لقلب وسط الملعب، وحمدي فتحي بقى هو اللاعب اللي بيغطي ورا تقدم علي معلول وهو المسؤول عن بناء الهجمه، وعلي معلول بقى هو اللاعب اللي ماسك الخط، وطبعا احمد عبد القادر اللي بيتحول لقلب الملعب. ولما خرج حمدي فتحي اللي قام بالدور دوت عمرو السوليه اللي نزل بديل ليه في الدقيقه 70. وكمان كولر نزل من على الدكه محمد شريف اللي جات له اكتر من فرصه محققه للتهديف لكن هو ما استغلش الفرص اللي بتجيله. وفي ظل كل الاحداث اللي انا بقول لك عليها ديت يجي كورنر للنادي الاهلي من ناحيه اليمين علشان يروح ينفذه علي معلول، وبرأسية محمد عبد المنعم يعزف احلى الحان البطوله، لان بروح الفانلة الحمراء انت لازم تكسب، انت ما ينفعش تخسر 2 نهائي ورا بعض من نفس الفريق على نفس الملعب. وبالهدف اللي جابه محمد عبد المنعم دوت المباراة تنتهي اكلينيكيا، والرد من نادي الوداد ان هو يعمل كثافة عددية داخل ال 18 للنادي الاهلي ويلعب كرات طولية بغرض ان حد يلطش وتيجي جون. بس فريق الوداد اتسرع في ظل ان الوقت الباقي مع الوقت البدل ضايع كان تلت ساعة كاملين، فكان اي كورة دفاع النادي الاهلي بيصدها كان بتنزل في مساحة كبيرة لعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة واحمد عبد القادر ومحمد شريف، واللي كان بدورهم بيعملوا هجمة مرتدة، لكن شريف وعبد القادر ضيعوا هجمات كتير. ورسميا تنتهي المباراة معلنة فوز كبير القوم النادي الاهلي بالبطولة ال11 في تاريخه. وبما ان احنا خلصنا الكلام الفني فخليني اقول لك على بعض احصائيات النادي الاهلي في بطولة دوري ابطال افريقيا السنة دي. الاهلي لعب 14 مباراة بما فيهم لقائي الدور التمهيدي امام الاتحاد المنستيري، واللي كان اول فيديو ليا تحليل على القناة هو تحليل مباراة الاهلي والاتحاد المنستيري 1-0 في تونس. من ال 14 مباراة اللي النادي الاهلي لعبهم في بطولة دوري ابطال افريقيا الاهلي فاز في 9 مباريات منهم، وتعادل في 3 لقاءات وخسر في 2 في دور المجموعات امام صن داونز خارج الارض وامام نادي الهلال السوداني برضه خارج الارض، وتعادل في 3 مباريات منهم واحده على ارضه امام صن داونز 2-2 في القاهره، وماتشين بره ارضه امام الرجاء والوداد المغربي واللي هما الاثنين كانوا على نفس الملعب اللي رفع منه كاس البطوله السنه دي. اما بقى ال9 مباريات اللي النادي الاهلي فاز فيهم فكان منهم 6 مباريات على استاد القاهره و3 منهم كانوا خارج القواعد، 2 في تونس امام الترجي والاتحاد المنستيري وواحده في الكاميرون امام القطن. سجل النادي الاهلي 23 هدف واستقبل 10 اهداف،
ورسميا الاهلي اقوى هجوم واقوى دفاع في البطوله. فال 23 هدف اللي سجلهم النادي الاهلي كان منهم 13 هدف على استاد القاهره و10 اهداف خارج الديار. فرسميا النادي الاهلي يسجل في كل خصومه اللي واجههم في دوري الابطال. اما بقى ال10 اهداف اللي استقبلهم النادي الاهلي فهم كانوا من 3 فرق. صن داونز استقبل منه 5 اهداف في بريتوريا وهدفين على استاد السلام، والفريق الثاني هو نادي الوداد في نهائي البطوله استقبل منه هدف هنا في القاهره وهدف في المغرب. واما الفريق الثالث واول الانديه اللي سجلت في النادي الاهلي واول هدف في اول مباراه للنادي الاهلي في البطوله واللي هو كان امام نادي الهلال السوداني في درمان. فالاهلي طلع ب7 كلين شيت، ورسميا الاهلي اكتر نادي طلع بشباك نظيفه في البطوله. فالنادي الاهلي سجل 27 هدف من اول البطوله من اول مباراتي الدور التمهيدي، سجلهم 9 لاعبين. اول لاعب معانا هو محمود كهربا اللي سجل 6 اهداف من ضمنهم هاتريك في مباراة القطن اللي كانت بره الارض، وبيرسي تاو اللي سجل 5 اهداف واللي هو رسميا بيرسي تاو اكتر من ساهم بالاهداف مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا وفي دوري ابطال افريقيا عموما برصيد 10 اهداف، سجل 5 وصنع 5. وحسين الشحات اللي سجل 4 اهداف وكمان صنع 4 اهداف، ومحمد عبد المنعم اللي كمان سجل 4 اهداف من ضمنهم الاغلى في البطولة على ملعب محمد عبد المنعم، وحمدي فتحي اللي سجل 3 اهداف، ومحمد شريف اللي سجل هدفين، وكلا من رأفت خليل واحمد القندوسي واحمد عبد القادر كل لاعب فيهم بهدف واحد فقط. اما بقى الاكثر صناعه للاهداف مع النادي الاهلي في البطوله وفي البطوله عموما هو ملك الحلول اسرع طيار في افريقيا علي معلول اللي صنع 8 اهداف للنادي الاهلي بمعدل 30% من اهداف النادي الاهلي في البطوله. وبكده اكون خلصت لك كل الكلام اللي ممكن يتقال عن نهائي دوري الابطال الافريقي، بدايه بحكايه المباراه، مرورا بالكلام الفني اللي انا قلته لك، واخيرا ببعض احصائيات النادي الاهلي في البطوله. وان شاء الله هيبقى في حلقه عن قائمه افضل 23 لاعب في دوري ابطال افريقيا السنه دي. وقبل الختام احب اشكر كل اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا. وختاما كان معاكم محمد مجدي من قناه اللمسه الاخيره، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بفيديو قائمه افضل 23 لاعب في دوري ابطال افريقيا 2022-2023، واللي انا بقول لك من دلوقتي ان هي هتبقى حلقه ضرب نار. وكمان ما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.